برضه ان هو يطلع الكرة بالحلاوه ديت على دماغ عدي الدباغ، برضه هي القصه كلها هنا يعني. وهو فضل مستنيه لحد اللحظه اللي عدي خلاص هرب فيها من عين مدافع سموحه. يعني هو فضل بيمشي بالكوره وواقف عليها لحد الثانيه اللي عدي الدباغ خلاص ابتدى يسرق. اول ما لمح ان عدي الدباغ فتح السبرنت بتاعه لعب له الكوره. فالاثنين دول هم صانعي الفارق في الزمالك، والاثنين دول هم اللي لازم تحافظ طبعا عدي وبزيرة، وهم دول اللي لازم تحافظ عليهم، وهم دول اللي في الماتشات اللي فيها كرة تانية وتحولات الفرقة بتنجح بسببهم لحد ما توصل بس لخط النهاية، وبعد خط النهاية تبتدي بقى تتكلم في جودة قائمة الزمالك يبقى شكلها عامل ازاي. عظيم. انا عاجبني قوي السلاسة في نقل الفكرة ما بين عمر لعز، الفكرة الافتتاحية نفسها على استغلال الأخطاء وبعدين طريقة اللعب، واللي اتكلم فيه عز. نروح بقى لعمار. اتفضل عمار. حلو قوي اللي قاله عز وعمر، هي نفس الفكره، كلهم بيشرحوا كابتن معتمد جمال بيلعب ازاي على لنادي الزمالك عشان يحقق اللي هو وصل له ده. هي في نقطه مهمه جدا، احنا لا خلاف ان خوان بيزيرا هو اهم او اخطر لعيب كوره في رجله مع نادي الزمالك. فكلنا متفقين برضو ان الزمالك بيلعب على التحولات والكره الطويله، ودي الاساس بتاع الفكره، عشان انا عايز بيزيرا دايما في نص ملعب الخصم. فلما العب الكوره في نص ملعب الخصم، الكره الثانيه على طول بيزيرا يبقى عنده المساحه يروح لواحد لواحد. طب لو زي ما كان عز بيقول، لو انا مش عارف اعمل ده بالكوره الطويله والفريق عندي بستدعيه للضغط، اعمل ايه؟ في تريكه بقى كابتن معتمد جمال ابتدى يعملها، ان انا دايما افضي اللعيب رقم 10 سواء عبد الله السعيد او خوان بيزيرا، او لعيب هيعمل لي حلقه الوصل دي او الربط ما بين خط الدفاع وخط الهجوم، عشان دايما انا نفسي اوصل بيزيرا. يلا الحلقه بتاعتك جاهزه، يلا يا جماعه الحلقه. تعال نروح لمباراه سموحه الدور الاولاني فبراير اللي كان فيها كابتن معتمد جمال، ونبدا باللقطه دي. بص هنا محمد شحاته اللي معاه الكوره. معلش يا زيزو لو تجيب يا باشا. قوم يا عمر. اتفضل. وقوم يا عمر لو حبيت. اي وقت، اي وقت حد فيكم عايز يقوم. الدنيا واضحه. ادي شحاته اهو، هو اللي معاه الكوره، عشان في لعيب ذكي جدا جنبه اللي هو عبد الله السعيد. هو خد المان بتاعه بتاع سموحه فخلاه رجعه تاني على دايره نص الملعب. فشحاته هنا الزاويه المسار مفتوح فين؟ ما بين اهو شحاته لاخوان بيزيرا. انا عايز خوان بيزيرا في المساحه دي، في الحته الفاضيه دي، عشان يبقى عنده الكره. نحرك بقى الحاله عادي، هتلاقي المسار محطوط اهو، ان شحاته هيباصي لبيزيرا. لو اتفتحت المساحه عشان سموحه ما كانش عايز يضغط قوي، ده مباراه الدور الاول زي ما قلنا. هنا بيزيرا خد الكوره بقى لوحده خالص. دي مباراه الدور الاول يا جماعه بس عشان الناس بالظبط كده. وده ناصر منسي. خلاص انت كده حطيت خوان بيزيرا في اهم فرصه هو عايزها، مساحه بوشه للمرمى ويقدر يصنع لك الفرص، يقدر يحرك لك الحاجه. هيدي خوان بيزيرا الكوره لناصر منسي، ناصر منسي يسجل الهدف الاول اللي في الشوط الثاني، اللي المباراه كانت عصيبه جدا على نادي الزمالك، حصلت بس التركايه دي الزمالك حط منها الهدف. نروح على المباراه اللي بعديها عشان تعرف ان ده نمط بشكل عام، يعني احنا بنقرره في اكتر من مره. لو الزمالك والاهلي، لو مباراه الزمالك والاهلي يا جماعه، مش مباراه الزمالك وسموحه زي ما كنا مرتبين لو ينفع. ايوه كده. حسام عبد المجيد هنا مع الكوره، الاهلي الزمالك هنا بيحاول يستدعي ضغط مين؟ الاهلي برضو. انت طبعا عبد الله السعيد عفوا فتوح وشحاته الاثنين ممسوكين. انا عايز اعمل ايه؟ انا ده عايز الكوره توصل من عند حسام عبد المجيد لنص ملعب الاهلي. شوف اللقطه اللي بعديها، ادي المسار اهو بتاع الكوره، ضغط لعيبه الاهلي ما منعش مسار الكوره ان هو يروح. اللي بعدها على طول هتلاقي الكوره وصلت لمين؟ لناصر منسي، لعيب بيستلم بقى 4 لعيبه من لعيبه الزمالك على 4 لعيبه قصاد لعيبه الاهلي. ناصر اول حاجه يعملها هيدي لعبد الله السعيد. اللقطه اللي بعديها على طول للكوره وهي مع عبد الله بالظبط كده. عبد الله استلم الكوره عارف ان هو بيحضر مساحه لمين؟ للراجل ده بيزيرا اللي جاي فاضي. ودي كانت في اول 10 دقائق على فكره، ان الزمالك بيعمل اول من واحده من الحاجات الخطيره جدا على مرمى النادي الاهلي قبل الهدف بتاع النادي الاهلي. خش على اللي بعديه على طول، خوان بيزيرا هيروح. بص هنا خوان بيزيرا هيلعب الكوره جوه منطقه الجزاء، بقى عندك موقف ايه؟ 3 على 3، 3 لعيبه زمالك على 3 لعيبه اهلي. القرار اللي اتفقنا عليه كلنا قصاد النادي الاهلي لعيبه الزمالك كان غير موفق تماما. هي نفس الطريقه بنفس الفكره بنفس كل حاجه، ولكن نفسيا اللعيبه ما كانتش في افضل حالاتها، فبالتالي القرار ما كانش في افضل حالاته. ولكن الزمالك في اول 10 دقائق قدر يوصل، وصل بالتركه دي بالطريقه دي، بس الكره المره دي ما كانتش فعاله، او القرار كان غلط من عبد الله السعيد. لو رحنا لمباراه سموحه بقى النهارده، الشوط الاولاني اللعيب اللي المفروض اللي كان بديل بيزيرا هو ادم كايد. والحقيقه ان ادم كايد لو حاول النادي الزمالك يعمل معاه نفس اللقطه، لو شفنا من عند حسام عبد المجيد هتلاقي ان ادم كايد كان لوحده خالص فاضي، بس عدي الدباغ اللي جه
يستلم. لعيبه الزمالك مش متعوده ان ادم كايد ده اللعيب اللي يستلم في المساحه او اللعيب اللي يقوم بالخطوره، عايزين بزيرة، وبالتالي الكره ما كانش، الربط ما كانش موجود. لو مشينا بالحاله مره واثنين، حسام عبد المجيد هنا بيدور. بص ادم كايد اللعيب ده اهو فاضي خالص، مساحته فاضيه، وسموحه زي ما عز كان بيقول ما كانش بيضغط على الزمالك عالي، فكان بيضغط من نص ملعبه. امشي بقى للكره تاني، هيباصي حسام عبد المجيد لعدي الدباغ، عدي يستلم، استلامه اولا بظهره خالص فمش شايف اللي وراه. هنا بقى ادم كايد فاضي خالص. تخيل لو ادم كايد استلم هنا، الكره تروح هجمه خطيره لنادي الزمالك، باص واحد بس من عدي الدباغ لادم كايد، انت وصلت الفكره خلاص، انت رحت لنص ملعب الخصم. عظيم. بس اللي هيعمله عدي الدباغ هيستلم بظهره، هتقفل عليه الكوره، هيروح مرجع تاني الكوره لعبد الله السعيد عشان ترجع الكوره تاني. شكرا جزيلا. عشان كده التغيير اللي حصلت بس في الشوط الثاني ان لما خوان بيزيرا نزل ومعاه عبد الله السعيد اهو، الراجل محمد اسماعيل فتح، راح خوان بيزيرا في المناطق الاخيره وجيب منها الهدف. حد فيكم ارسنالي؟ 1-0 ولا 1-1 خلاص صعد ارسنال. صعد. ما بشجعش ارسنال بس فرحان بس بتنفع مرة. يا عم انا مالي. صعد 1-0 الى النهائي. حد فيكم فارق معاه اي حاجه في الموضوع؟ اول نهائي من 20 عماره سنة. فارق معاه مش عايز اول نهائي الارسنال من 20 سنه 2006 اخر واحد كان قدام 20 سنه برشلونه. حرفيا. تمام، بس برضه ما فيكوش حد شاري الشروه بتاعته. لا بس انا مبسوط له ارتيتا قوي بصراحه، وانا مبسوط لان هم بيقعدوا ينتقدوه جدا كل الجمهور، وطبعا حتى جمهور ارسنال لما بيتغلب، بس هو في الاخر لما هيكسب اللقب ده هيبقى كسب اللقب عشان بس مار جه المدافع بتاع مانشستر سيتي باص الكره غلط عادي جدا. فاهم؟ فبالتالي هنا بقى انت تقعد تقول ده جريء ولا ده جبان، المدرب ده جريء، المدرب ده جبان، هو اصلا ملوش اي علاقه، هو عمل شغله والتاني باص الكره غلط فكسبه الدوري. انما في الاخر هو يتحاسب على ايه؟ الراجل بينافس في الدوري الانجليزي لاخر ثانيه مع جوارديولا اللي هو التنين المجنح، وفي نهائي دوري ابطال اوروبا. ماشي، هروح للكابتن محمود فايز بس بعد الفاصل. روح للفاصل بعد الفاصل نرجع. يلا.